تخيل ان اغنى راجل في العالم كان في يوم من الايام بيستلف فلوس الايجار عشان ما يباتش في الشارع. سنة 2008 ايلون ماسك قرر يحط كل جنيه كسبه في حياته في حلم مجنون اسمه سبيس اكس، وساعتها بنى اول صاروخ للفضاء، ولكن للاسف انفجر قدام عينه. بس هو ما يقسش، وبعدها جهز الصاروخ التاني ولكن برضه انفجر، وساعتها التوتر وصل لقمته. بس عافر وطير الصاروخ التالت. بس المفاجأة ان التالت هو كمان اتحول لرماد في الهواء. في اللحظة دي ماسك وصل لنقطة الصفر، فلوسه اتبخرت ومبقاش معاه حتى يدفع ايجار شقته. كل اللي حواليه قالوا له خلاص اعلن افلاسك واقفل الشركة، لكن هو رفض، وساعتها اخذ قرار انتحاري. جمع بواقي الفلوس من كل حتة وراهن باخر دولار كان معاه على صاروخ رابع واخير. المحاولة دي ما كانتش مجرد تجربة، كانت مسألة حياة وموت. لو الصاروخ كان انفجر كان مصر هينتهي للأبد. العد التنازلي بدأ، والمرة دي الصاروخ اخترق السحاب ونجح يوصل للفضاء. وفي عز ما هو مذهول من الفرحة جاله تليفون، ودي المفاجأة إن التليفون كان من وكالة ناسا بتعرض عليه عقد إنقاذ ب1.5 مليار. ورجعت الشركة من الموت في آخر ثانية. الراجل اللي كان بيكافح عشان إيجار شقته بقى أغنى راجل في العالم دلوقتي، عشان بس آمن بقاعدة بسيطة: المخاطرة المحسوبة ممكن تخسرك كتير، بس الاستسلام هيخسرك كل حاجة.